كل واحدة فينا من حلقة الأزهر من كافة الأطياف نازلين علشان بنقول كلمة حق، فبالتالي كان لازم نحن ما نسكتش ويزداد الازدخام الثوري. كنا داخلين وعاملين حسابنا ان هيكون في ردة فعل من الأمن، بدأ يتطور ردود أفعال الأمن بثبات الطالبات. فوجئت بالضباط بتوع الجيش رفعوا الأسلحة وبيهددوهم لما ما دخلتوش جوه هنضرب فيكم. حصلت لنا حالة من الذهول ان اصلا ازاي راجل يضرب بنت. الجامعة دي جامعتنا واحنا هنحافظ عليها، البلد بلدنا، احنا برضو اللي هنحافظ عليها. اسمي إسراء عيسى، طالبة في كلية الطب جامعة الأزهر. بنزل من أول يوم في الجامعة في المظاهرات. احنا كنا مفكرين ان احنا هنلاقي في فئة معينة هي بتنزل في الجامعة بتطالب بحاجات معينة زي رجوع دكتور مرسي، شرعية. اتفاجئنا ان احنا معانا طالبات فعلا من كافة الأطياف. في ناس نازلة عشان خاطر الموضوع يتحول لقضية إنسانية بعد كم الدم السائل في رابعة والنهضة. في ناس نازلين عشان في ناس معتقلين، في ناس نازلين عشان فقط حرية ايا كان مين اللي بيمسك البلد. وبالتالي كان لازم حرائر جامعة الأزهر ان هم بيتحركوا وهم ليس أقل شأنا من الشباب، فبالتالي كان لازم نحن ما نسكتش ويزداد الازدخام الثوري. كنا داخلين وعاملين حسابنا ان هيكون في ردة فعل من الأمن. في البداية خالص كانوا شغالين معانا بفصل مجالس تأديب إخلاء من المدينة، فوجئوا ان احنا لسه بنكمل في الفعاليات لحد ما جه اليوم اللي هم اقتحموا فيه جامعة البنين. فقررنا انه لا، يعني احنا اي نعم جامعه منفصله، جامعه البنين حاجه وجامعه البنات حاجه، بس الانسانيه لا تنفصل. فبالتالي احنا كان لازم على حرائر جامعه الازهر ان هم يردوا في اليوم اللي بعديه على طول ان انا هضرب على الكليه. معلش يا بنات، احنا على فكره من مصلحتنا ان احنا نمتحن زيكم وكل حاجه، بس في انتهاك لحريه وكرامه شباب وبنات جامعه الازهر. تاني يوم كنا عاملين اضراب على مستوى الجامعه، كنا قافلين البوابات كلها ومفيش حد يدخل الجامعه خالص. طبعا كان معانا طالبات مؤيدات للموضوع وطالبات كالعاده، يعني في اي حراك سياسي يبقى في ناس ضده في ناس معاه. فاللي كانوا ضد كانوا واقفين برضه، بس واقفين اللي هم عاوزين يدخلوا. لحد ما بدأ يحصل ان انا واقفه سلميه مش بعمل اي حاجه، بدأ هجوم من الاداريات ومن امن الجامعه ومن العمال اللي في الكليات، وكأن تم استدعاء كل من في الجامعه من الرجال والنساء اللي يقدروا يضربوا تعالوا اضربوا. جم 30 واحد زقونا بالقوه والبوابه هتتفتح. امن الجامعه تصرف بوحشيه رهيبه مع البنات، كان بيضربهم بالشلاليت، وديت كان يعني مفيش بنت كانت واقفه ما ضربتش بالشلوت. فانا واقفه بحوش على البنات وده يقول لي انت بنت فانا مش عايز اضربك، وهو بيقول الكلمه دي بكف ايده 3 مرات على وشي. حصلت لنا حاله من الذهول ان اصلا ازاي راجل يضرب بنت، ولسه يعني بنتلم حواليه. تفاجأت ان في راجل شدني من الحجاب وزي بيسحلني على الارض. وبعد كده انا واقفه على جنب عشان اوقف النزيف بتاع راسي، لقيته مسك عصايه خشب فيها مسامير، لقيته نزل بالعصايه دي على ظهر بنت، الضربه طلعت من قلبي. وقتها الطالبات اللي كانوا واقفين على البوابات ضد ان احنا نبقى عاملين اضراب كانوا بيبكوا من المنظر، وقرروا ان هم يبقوا معانا في الفاعليه. فبقت الجامعه كلها غالبا واقفه قدام ال4 بوابات بتاعه الجامعه، فاحنا بوابه صيدله وطب مقابله على طول بوابه بتاعه القوات الجويه. فاتفاجئنا بالقوات الجويه بيخرج منها جنود كتير جدا جدا وواقفين بمصطفين قدام البوابات لمواجهتنا. فوجئت بالضباط بتوع الجيش رفعوا الأسلحة تجاه المباني
وبيهددوهم لما ما دخلتوش جوه هنضرب فيكم. البنات ما دخلتش وفضلت مكمله. فمش عارف يدخلهم خالص، فعمل فان هو ضرب حي وصوت في الهواء، وكانوا متخيلين ان البنات هتجري. البنات كل ما بيضرب كل ما بيزدادوا عندي. العدد البنات بتزيد اكتر، بيبداوا يظهروا قدامهم اكتر، فالقوات رجعت تاني المبنى القوات الجويه. وتفاجئنا ان ده انسحاب الجيش لان بلطجيه الداخليه جم فقط تدبير اماكن يعني، فمش الجيش ووقفت الداخليه. كنا متخيلين ان البنات على الاقل هتخاف، وده طبعا كان تخيل الامن يعني. المذهل في الموضوع ان البنات وقفوا قدام المدرعات يهتفوا ان احنا مش هنسكت على الظلم اللي انتوا فيه دوت. كان صمود مذهل. البنات ما رضتش تمشي وقالت لهم لا احنا مش خايفين منكم، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، انتوا ما سبتولناش حاجه حتى نخاف عليها. انا وهم واقفين من بعيد عمري ما تخيلت ان هو في مره من المرات هيجي يضربونا. انت دلوقتي بتضرب في مين؟ بنات عزل لا معاهم سلاح ولا معاهمش غير طوب. بدأوا يضربوا على البنات غاز، فالبنات انسحبت وقفت قدام المدينه. وقفوا قصاد المدينه الجامعيه بنات ويضربوا علينا ويرموا القنابل جوه المدينه، وكانوا عايزين مستنيين في اليوم ده ان هم يقتحموا المدينه الجامعيه. قعدنا لغايه الساعه تقريبا 4 واحنا واقفين ان هو كل شويه يضرب غاز يضرب غاز يضرب غاز. بس رغم كل دوت فضلنا واقفين لغايه اما كل البلطجيه مشوا، ما عادش في ولا بلطجي ولا بتاع عنه ولا كان في اي حد. وبعدها اصلا بعد ما هم يعني خافوا شويه البنات طلعت بره وفضلت واقفه بره تهدف. طبيعه البنات عموما ان هي مش طبيعتها ان هي تكون جريئه قوي للدرجه اللي احنا وصلنا بيها دلوقتي. كوننا نوصل البنات للمرحله دي فهي مرحله ان انت ما بقتلهاش حاجه تخاف عليها، ان هي تفضل محتفظه بكونها بنوته رقيقه خالص زي ما كانت الاول. وصلت لنا ان انت كرامه اهنتها، اخوات قتلتهم وسجنتهم، ابهات اعتقلتهم واستدرت اموالهم، دراسه وفصلتنا منها. انت سبت لنا ايه تاني؟ سبت لنا ايه تاني نخاف عليه؟ احنا مكملين يعني مش هنهدى، يا اما نروح لامهاتنا شهداء او نفضل نحرص صايرين على الطريق ده لغايه لما ان شاء الله باذن الله نرجع لكل انسان مصري عزته وكرامته وحريته. مكملين لحد اخر نفس، فنحن نقاوم ان ننتصر او نموت.